سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المباشرة. وفيما يخص التفاصيل، تعيش مدينة القصر الكبير في هذه الأثناء على وقع حالة من التأهب الأمني والمدني الشديد إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة، مما استدعى إعلان حالة استنفار قصوى من لدن السلطات المحلية. تأتي هذه الخطوة تحسبا لارتفاع مهول في منسوب مياه الفيضانات، خاصة بالأحياء المنخفضة والنقط السوداء، وفي مقدمة أحياء المدينة العتيقة التي تعد الأكثر عرضة للمخاطر. وفي بلاغ رسمي وجهت جماعة القصر الكبير نداء عاجلا للساكنة، محذرة من أن منسوب المياه قد يلامس عتبة المتر الواحد في بعض المناطق الحساسة. البلاغ حث المواطنين على توخي أقصى درجة الحيطة وتجنب التنقل في المسالك المنخفضة والاقتراب من المجاري المائية، مع الالتزام التام بتوجيهات الوقاية المدنية. ميدانيا، أشرف السيد العالمي بوعاصم عامل إقليم العرائش منذ الساعة الأولى من صباح اليوم على جولات تفقدية شملت مختلف النقاط الاستراتيجية للوقوف على مستوى الجاهزية، وقد أعطى العامل تعليماته الفورية لنشر حواجز رملية متينة وتعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية بخطة استباقية تهدف إلى كبح تدفق المياه وحماية البنية التحتية للمدينة من أي طارئ قد يهدد سلامة الساكنة. وتذكيرا بالعناوين: استنفار قصوي بالقصر الكبير، الأمطار الطوفانية تضع السلطات في مواجهة مباشرة مع خطر الفيضانات، وإجراءات استباقية وتعبئة ميدانية شاملة لحماية الأرواح والممتلكات بالمدينة العتيقة. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.